يا صباح الفل طلابي وحبايبي تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير باذن الله. النهارده هكلمكم عن انجازات ثوره يوليو في المجال الاقتصادي. واول لما تتكلم عن المجال الاقتصادي اعرف انك كده هتتكلم عن 3 حاجات: الزراعه والصناعه والتجاره. هنبتدي بالزراعه وهيجيلك فيها سؤال ويقول لك دلل اهتمت ثوره يوليو بالزراعه. الاجابه هتكون ايه؟ تم استصلاح الكثير من الاراضي الصحراويه لزياده الرقعه الزراعيه. رقم 2، تم إنشاء السد العالي سنة 1971 بهدفين: أول حاجة حماية البلاد من خطر الفيضان، تاني حاجة توليد الطاقة الكهربائية. كده خلصنا الزراعة، نتكلم عن الصناعة. هيجيلك فيها سؤال يقول لك دلل اهتمت ثورة يوليو بالصناعة. الإجابة هتكون إيه؟ تم إنشاء العديد من المصانع مثل مصنع حديد وصلب في حلوان وأسمدة في أسوان. رقم 2، الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. تالت حاجة الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول. وكده خلصنا الصناعة. هنتكلم عن التجارة. هيجيلك فيها سؤال يقول لك دلل اهتمت ثورة يوليو بالتجارة. الإجابة هتكون إيه؟ تم فتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات المصرية. رقم 2، تم تمصير البنوك وشركات الاستيراد والتصدير. بس كده.